حظي من العدو ديالك مرة ومن صاحبك ألف مرة. مقولة السداش في القصة هذا الأخ محمد مجاهد، شاب هندي في عمره 20 سنة، تعرف على واحد السيد سميتو أم براكاش بعام 2022 وولاو من أعز الصحاب بحكم أنهم كانوا خدامين نفس الخدمة. اليوم 3 يونيو عام 2024 أم براكاش صون على مجاهد وقال له يجي عنده للدار حيت محتاجه في شي حاجة. مجاهد مشى لعندو ولكن حس بشي لعبة ماشي هي هذيك، وغي يدخل للدار باش كتجيه الدوخة وما حسش براسو حتى فقد الوعي. واول حاجه غيشوفها من يحل عينو كان هو صاحبو ام براكاش كيقول له مبروك عليك، وليتي مرة دابا، وغادي نقد نتزوج بيك، ولا مشيتي رفضتي غادي نقتل الاب ديالك. مجاهد تصدم من هضره صاحبو وحس بكرشو كضرو بزاف، ومن بعد مده قصيره غيكتشف بلي العضو التناسلي ديالو ما كاينش في بلاصتو، وغيستوعب بلي داك الحريق اللي حس به في الاول كان نتيجه العمليه الجراحيه اللي دارت له. الاب مجاهد مشى عند البوليس وديكلارا بأم براكاش والطبيب اللي دار العمليه بلا موافقه ولده، ولكن هاد الجوج نفاو الاتهامات مجاهد وقالوا بلي العمليه دارت بموافقته وعندهم فيديو كيثبت هاد الشيء. ولحد الان باقي التحقيق مستمر في هاد القضيه. فيب، رد البال.